بسم الله. هنعمل أكلة مع بعض النهاردة حلوة قوي، هتعجبكم. زي ما انتوا شايفين كده، رز بسمتي عاملاه بطريقة حلوة قوي قوي، هتعجبكم. هنتفرج مع بعض على الفيديو وان شاء الله يعجبكم، هينور رضاكم. ما شاء الله ريحتها حلوة قوي وطعمها لذيذ جدا. الطريقة ديت هتخليكي، لو انت بتعمليها او جربتيها بالطريقة اللي انا عاملاها ديت، هتخليكي بارعة فيها. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض الوصفة الحلوة ديت، ان شاء الله تعجبكم وهتنور رضاكم، وان شاء الله مع بعض في كل جديد. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. وان شاء الله مع بعض في كل حاجة جديدة هنبدأها مع بعض. هنخش على مكوناتنا وهنشوف مقاديرنا وحاجتنا. معانا ايه؟ معايا كيلو لحمة ضاني زي ما انتم شايفين كده، فيها سمين كتير. ما ينفعش ان انا اسلقها او اشوحها، هتبقى دسمة قوي ومحدش يعرف ياكلها وهي دسمة كده. هعمل لها خلطة حلوة ان شاء الله تعجبكم بطريقة سهلة جدا، هتنور رضاكم. وان شاء الله الوصفة دي لو حد جربها مش هيبطل ان هو يعملها. زي ما انتم شايفين كده، معايا الكبة، ومعايا طماطمايه كبيرة وبصلتين حلوين بالشكل اللي انتم شايفينه دوت، ومعايا قرنين فلفل. هقطع الطماطمايه علشان الكبة بتاعتي ايه ما بهدلهاش، عشان تحافظوا على حاجتكم لازم أن تقطعوا الحاجة ايه تسهل مع الحاجة اللي انتوا. قطعنا الطماطمايه والبصلتين زي ما انتوا شايفين كده مكعبات علشان نحافظ على الكبة بتاعتنا. والقرنين الفلفل هفرمهم في الكبة اهم حاجة تفرموهم كويس قوي زي ما انت شايفة كده، منعماهم بالشكل دوت. هنزل بمعلقة كبيرة زعتر، وهنزل عليها بنص معلقة او معلقة روزماري، وهحط معلقة ملح ومعلقة كمون صغيرة ومعلقة فلفل اسمر صغيرة، وهنزل عليهم بمعلقة دبس رمان، وهنزل عليهم بمعلقة كبيرة برضو صويا صوص، واحط لهم معلقة عسل. معلقة العسل ديت للحمة علشان تخلي اللحمة ناعمة وطرية كده وتستوي بسرعة، دي مهمة برضو. صدقوني لو جربتوا التتبيلة ديت هتبقى التتبيلة ديت المعتمدة ليكم في اللحوم او الفراخ او اللحمة، تبقى جميلة جدا. فعامة للمشويات ضربتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت ونعمتهم حلوة قوي. هنزل بنص التتبيلة او هنزل عليها بالتتبيلة كلها، واسيب معلقة او معلقتين في الكبة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. وهدعك اللحمة بالتتبيلة بتاعتي حلوة قوي، ان هي تشرب التتبيلة بتاعتي وتاخد منها كده وتاخد طعم التتبيلة عشان يبقى طعمها حلو زي ما انتوا شايفين كده. وهغلفها بفويل واحطها على النار. اللي عايز يحطها في الفرن ممكن عادي براحته، بس انا هحطها على النار وهدي عليها النار تستوي براحتها. المعلقتين اللي انا سبتهم في الكبة هفضيهم في حلة، هحط معلقة سمنة حلوة وافضيهم في الحلة وهشوحهم، هديلهم تشويحة لغاية اما ريحة التوابل اللي انا حطاها على التتبيلة ريحتها تطلع. هنزل عليهم ب3 كوبايات رز اللي هو البسمتي، هديلهم تشويحة حلوة لغاية اما الرز يطلع لي صوت طشطشة. ماشي، اهم حاجة تقلبوا فيهم حلو قوي لغاية اما الرز بتاعك يطلع لك صوت طشطشة. هنزل عليهم بمعلقة كركم ومعلقة كاري على الرز بتاعي عشان يديله طعم وريحة مع التتبيلة بتاعتي. احط له معلقة ملح حلوة زي ما انتوا شايفين كده وكركم، واحط مكعب مرق دجاج زي ما انتوا شايفين، واحط كركم وكاري معلقة ومعلقة صغيرة مش كبيرة، وهقلبهم حلو قوي. وهنزل عليهم ايه بالمية بتاعتي. زي ما احنا عارفين كوباية الرز بكوبايتين مية، بس انا عاملة 3 حطيت 5 كوبايات مية عشان ما يبقى ايه مفلفل حلو وطعمه حلو معايا. بس مرضتش ازود مية كتير لان الرز انا غسلته وسبته فترة. حطيت 5 كوبايات مية
وزي ما انتوا شايفين كده الرز ما شاء الله مفلفل بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وريحته حلوة قوي وطعمه تحفة. شايفين لونه مفرفر وجميل ازاي، مفلفل زي ما انتوا شايفين كده. واللحمة بتاعتي انا سويتها على النار زي ما انتوا شايفين كده، وادتني لون حلو على فكرة. التتبيلة لما حطيتها وحطيته على نار هادية ادتني لون، وبصراحة كانت ريحتها قلبة الدنيا جدا. لو جربت الوصفة ديت ما تنسيش تبعتيلي في التعليقات او تبعتيلي التطبيق بتاع ان انتي عملت الوصفة دي. تصدقيني لو عملتيها وجربتيها اتحداكي ان انتي هتبقى ايه وصفتك وتمشي بيها على طول. شايفين بقى الصوص بتاعها الحلو القمر ده، هحطه في النص، اللي عايز ايه ياخد منه بالمعلقة. بصراحة طعمه تحفة تحفة بجد، روعة. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله جميل جدا. جربوا الوصفة دي بجد بجد هتعجبكم، هتبهركم، مش هتبقى الا وصفتكم ان شاء الله لو جربتوها. عايزاكم تبعتولي في التطبيقات ان انتوا عملتوا الوصفة دي. معايا طماطمايه هقشرها على هيئة وردة كده شكلها حلو، وهنزل بيها زين بيها ايه الصينية بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده الصينية بتاعتي شكلها جميل جدا شهي. اكيد انا متأكدة وواثقة 100% ان زي ما شكلها زي ما انتوا شايفينه حس طعمها واصل لكم من شكل الفيديو ومن شكل الصينية بتاعتي. انا متأكدة ان الطعم واصل لكم بجد بجد، خطيرة. جربوها ومش هتندموا. شايفين عملت الطماطمايه زي ما انتوا شايفين كده، عملتها شكل وردة كده تديني ايه تكسر لي اللون. ان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم وهتنور رضاكم. لو وصلتوا معايا للنقطة دي في الفيديو بتاعي متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. عايزة لايكات كتير عشان الفيديو بتاعي يوصل لأكبر عدد ممكن. شايفين ما شاء الله تحفة روعة. حاجة تانية، شوفوا حاجة تانية بجد، حاجة تانية. محتاجة الدعم يا جماعة عشان القناة تكبر بيكم ومعاكم. شايفين ما شاء الله على جمال الصينية والوردة الحمراء بتاعتي جميلة بجد صح؟ انا متأكدة ان هي جميلة. متنسوش تعملوا لي لايك كتير على الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن، واشوفكم ان شاء الله مرة تانية على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.